نحن في فلسطين منذ مدة طويلة لنا يعني مكتب، احنا مؤسسين مكتب قانوني يعني معتمد في كامل فلسطين يعني، ولكن هو مقره الأساسي في غزة. فلهذا احنا تعودنا أن نشتغل في الحروب داخل غزة، وتعودنا يعني منذ بدأ الحصار ونحن موجودون في غزة يعني. فكل المناطق اللي في غزة موجودين فيها، سواء كان في الشمال أو في الوسطى أو في الجنوب أو في رفح أو في أي منطقة موجودين. عندنا شبابنا وعندنا يعني كما نقولوا احنا في بلادنا هنا الولايات المحافظات موجودين فيها يعني. فاحنا لما جات الحرب هذه، اصلا احنا كنا مجهزين الحرب قبل هذا الوقت يعني. احنا طلقنا حمله الوعد المفعول، طلقناها في جويليا لاننا كي شفنا التجاوزات الخطيره اللي كان يقوم بها الكيان الصهيوني على المسجد الاقصى، استشرفنا باللي كاين حرب في الافق مع اتصالاتنا مع تواجدنا في المنطقه. فبدينا نجهزوا في المستودعات وبدينا نجهزوا في المآوي في كل مكان. ولكن ما كانش عندنا يعني نظره بلي الحرب راح تكون شرسه بالشراسه هذه وبهذا الطغيان وبهذه الوحشيه اللي كل يوم تزيد. فاحنا حضرنا انفسنا، فمن اليوم الاول كنا متواجدين في كل المناطق. ولكن اخطر ما في العمليه هو القرار اللي اخذناه بفتح المآوي، لان المآوي عاده في الحروب هي تفتحها الامم المتحده عبر يعني منظماتها الاونروا وغيرها. فلما جينا نفتحوا المآوي، احنا كنا جربنا في سيف القدس، فتحنا مأوى ونجحنا. المره هذه فتحنا 7 مآوي، بدينا باثنين 3 4 5 6، وبدات تتفاقم الامور، بدات تتفاقم حتى وصلوا الى 7 مآوي. 7 مآوي اليوم، 4 موجودين في الشمال يعني قاعدين يخدموا للساعه اللي راني نتكلم فيك الان، قاعدين ينشطوا، والحصار مطبق علينا من كل مكان يعني. والحروب يعني الحرب هذه راهي ضروس، تعرف الكيان الصهيوني اليوم تجاوز كل الخطوط الحمراء، ما احترم لا مستشفيات لا مساجد لا كنائس لا جرحى لا اطفال لا نساء. حتى القصف هذاك يقصف وخلاص. بكري كان في الحروب ينذر الناس، قال مثلا اخرج من بيتك الان راح نقصف لك بيتك، الان ولا شيء، ويقصف وخلاص وانتهى الامر في اي مكان، ولم يبقى في غزه مكان يعني امن. بعد قبل 5 ايام بدات الظروف تصعب علينا. علاه؟ لان الأونروا تخلت عن مراكز تاعها في الشمال، والسبب هو وشنو؟ انه استشهد منهم خلق كثير يعني، فاتوا المئة 110 واحد وهذول مسلمين يعني، ولكن شغالين في الأونروا تحت العلم تاع الامم المتحده. فهذوك الناس اللي تخلوا عليهم يعني اصبحوا ياتون الينا يعني. بعد ما كنا نتكلموا على 60,000 70,000 احنا نقوم، الان رانا مئات الالاف وما تقدرش تحصيهم وماناش قادرين عليهم وحدنا. لاننا يعني بقينا وحدنا ده في الشمال، الان بقات جمعيه البركه وحدها في الشمال. فلهذا لما يعني الكيان الصهيوني شاف باللي الجمعيه هذه وتخدم وتكسر له في بنك الاهداف تاعو، لانه عنده بنك اهداف. هو الهدف الاولي هو انه يكرازي المقاومه ويهجر الشعب. المقاومه ما قدرلهاش لان اثبتت وجودها على الارض وادائها اليوم يعني يشهد له القاصي والداني، ويوميا فيديوهات طالعه وانجازات عسكريه عظيمه جدا جدا، حتى ان الناس الان مبهورين كيف هذا القتال في بقعه صغيره، وهذه الانجازات العظيمه لدرجه انه في 72 ساعه قضوا على 60 دبابه، وما ادراك ما دبابه الميركافا يعني اول دبابه في العالم. بقى الشق الثاني هذا هو مهمه المجتمع المدني، مهمه الجمعيات والمنظمات وكذا، اللي هو الجانب الانساني. الشعب، لان الشعب كي قصفوه كثير كاين اللي خرج راح للجنوب، رغم انهم طمئنوه باللي المعابر امنه، ولكن كذب في الكذب يعني. ضربوه هو مسكين رايح للجنوب يعني، فارين بوليداتهم صغار وبناتهم صغار وكذا، مع هذا ضربوهم وقتلوهم وشفنا. فلهذا احنا اليوم في الشمال رانا نخدموا ورانا في قلب المعركه. دوك البركه ما بقاش عملها اغاثي، لانه ولات الان في قلب المعركه. اليوم احنا عندنا 18 شهيد وزوج لحد الان ماناش عارفين لا احياء ولا اموات. ضربوا لنا المقر، هدموا لنا البيوت تاع الشباب اللي يخدموا معانا، واولهم رئيس المكتب. اول طلعه جويه اعطوه البيت وساكن فيه هو واهله وكذا وخالته. تعرفوا هما الغزاويين عائلات كبار يعني، تلقى العائله ممكن فيها 200 300 واحد وقراب يسكنوا مع بعضهم بعض هكذا يعني، لان تقريبا كلهم لاجئين جايين من فلسطين من الداخل. وبدا الانتقام البركه، حتى سياره الاسعاف اللي كنا قاعدين نجهزوا فيها ضربوها وقتلوا الانسان اللي كان يجهز لنا فيها، واستشهد ابنه هو راهو مصاب الان. ضربوا لنا القافله اللي دخلناها الى مجمع الشفاء وسلكت يعني. ومن بعد انتقموا من المصور، قالوا له انت اللي درت الفيديو هذا. قتلوه في صبرا، في منطقه صبرا، استشهد قبل يومين
يعني الان احنا رانا قاعدين نخدموا بالدم. الاداء نتاع الجمعيه تاع البركه الان في غزه راه بالتضحيات، ماهوش في امن وسلام كي كنا نخدموا من قبل احنا ولا مره مسونا. الخوف الاكبر الان يضربونا المراكز اللي احنا رانا مسؤولين عليها، ونسال الله العفو والعافيه، لانه بقى العالم تاع الجزائر وحده اللي رفرف فوق المباني تاع المدارس ولا المآوي ولا كذا. فهذا الان رانا في سباق مع الزمن. المناطق الاخرى اقل ضررا، يعني ما عليهاش الحصار وعليها كما رفح كما خان يونس كذا. هذا العمل فيها راهو جاري عادي، وراهي المراكز تاعنا فيها، ومش غير المراكز، مش نخدموا حتى المراكز. الان اقمنا مخيمات تاع الخيم ونوزعوا لهم ونطهي هكذا 70 قدر 80 قدر، ونطهي نوكلوا الالاف. قاعدين نشروا في الحقول تاع، يعني الحقول تاع الفواكه، الحقول تاع كذا، ونوزعوا على الناس. مؤخرا شرينا الاغطيه، شرينا الافريشه، الادويه. وزيد على ذلك اليوم البركه صبحت وجهه دوليه، ان الدول الان كي عاد تدخل المساعدات، عاد تمد للبركه توزع. وهذا هذه نقله نوعيه في العمل تاع العمل تاع الجمعيه، لانه ما كانش واحد قادر يتحمل المسؤوليه هذه. الهلال الاحمر الفلسطيني عجز، لانه الطواقم نتاعو تشتت والناس هربت وكذا. والاونروا الان تخلت على كل شيء، لانه ما صبحتش عندها، يعني ما صبحتش عندها حمايه دوليه كما. بقات جمعيه البركه الان راهي في الصدر، راهي تستقبل في المساعدات اللي تجي من خارج غزه. هذا المحور الاول والمسار الاول اللي نخدموا داخل فلسطين. والان رانا معتمدين، خاصه في غزه المحاصره، رانا معتمدين في بعض الحين نهربوا شويه، نقدروا نهربوا من المناطق الجنوبيه، يعني المناطق الجنوبيه ونجيبوا. وهذه كلفتنا، استشهدنا فيها 2، حربوا لنا يعني واحد البضاعه مهمه جدا دخلناها. الان رانا معتمدين على المخزون تاع التجار، لان اهل غزه تعودوا يخبوا 17 سنه حصار، تعلموا هذاك الادخار وكذا، الحروب والمشاكل. فرانا قاعدين نشروا في المراكز التجاريه، نروحوا للمراكز التجاريه، نديروا معاهم اتفاقيه باللي ما ندوش معاك بسلعه، خلي السلعه عندك في المركز والمواطنين هما يجوا يدوا. ودرنا القسيمات هذه، سمينا القسيمات الشرائيه، يعني تعطي الواحد بحدود نقولوا 700 800 الف ريال، تعطي له قسيمه وتقول له روح للمتجر ادي واش حبيت. اولا علاه؟ لان فيها بعد امني. كي تشري انت ودي القفه لازم لها مستودع اونغار كبير، لازم نقدر هذيك الحركيه. الصهاينه عادوا كيشوفوا حركه داخل اي مستودع كبير ولا يضربوها، على اساس ان المقاومه ممكن تصنع في الصواريخ. المهم تكهنات كذا. ولينا احنا باش نحافظوا على شبابنا والعمل، قلنا خلي الشعب يروح للمتاجر، روح المتجر، راح لها مول صغير هكذا، قال مثلا ارفد منه واش تحب والسلام عليكم وروح لدارك وخلاص. ومؤخرا دخلنا الطحين، يعني المشكله الان راح شويه في الخبز، دخلنا يعني كميه كبيره مليحه الان، قاعدين جبنا ناس يخبزوا ويطيبوا، رانا نطيبوا على الحطب ولين القرون الوسطى يعني. حتى ذاك المطاعم نديروها في الشارع باش هذاك الدخان ما يخرجش من، لو كان نديروها في كاش اونغار كبير ولا كي يخرج الدخان هذاك اللي كان الصهيوني يضرب المنطقه هذيك بحجه انهم يسودوا في يسودي ولا راهم يديروا التلحيم تاع الصواريخ، يعني هي حجج واهيه على كل حال، ولكن احنا ما اعطيناش الحجه هذه. الان في الشمال الشيء الاخر اللي اشتغلنا عليه في سنوات طويله وهي الابار. حفرنا احنا ابار من قبل، وبحكم خبرتنا في الحروب السابقه دائما كنا نلقاو مشكله في الابار لان تنقطع الكهرباء. فاحنا حفرنا ابار ودرنا لهم الالات تاع تحليه المياه، لان المياه تاع غزه مالحه، فدرنا التحليه تاع المياه ودرنا الطاقه الشمسيه. فالان الابار اللي راهم يشربوا منها الناس اللي بقاو وبقى يعني خلق كثير، مازالوا الناس في قطاع غزه في الشمال، يعني الناس ما صدقوش الروايه الاسرائيليه باللي الناس هربوا، يعني ما زالت الناس بالالاف في بيوتهم متحديه الكيان الصهيوني، وقال لك نموتوا، وكي نموتوا في ديارنا وما نهربوش على المقاومه وما نخلوش المقاومه لوحدها. المهم هذا قرارهم، راهم متحملين مسؤوليته. احنا هذيك الابار حفرنا تقريبا اكثر من 60 بئر ارتوازي في المدارس، سواء المدارس اللي بنيناها احنا ولا المستوصفات ولا الابار اللي درناها قريبه للمساجد كذا. فهذه اليوم الحمد لله راه هي اللي تسقي في الناس، لان ولات كاينه مشكله تاع ماء كبيره، لدرجه في مناطق يروحوا يجيبوا الماء تاع البحر، ما يستعملوا الماء تاع البحر، يطيبوه ويخلوه يغلي، بيروح الملح هذاك بيشربوه مساكن ولا يغسلوا به. ولا عارف الانسان مهما كان يحتاج للماء، سواء في التنظيف او في الشرب.
هذا كلش داخل غزه. زيد داخل غزه الان نقاط الاستشفاء اللي درناها لمداواة الجراحة الطفيفة، حبينا نقص شوي على المستشفيات وكذا، ولكن أمام القصف هذا صعب العمل لأن الناس الآن راح تخدم بالتضحية. قادر أنا رئيس مكتبنا كل يوم يبعث لي رسالة يقول لي اليوم هاي غربتي إلى الشمس الله أعلم لا تشرق علي ولا ما تشرقش علي غدا. يعني والقصف لم يتوقف منذ 46 يوم يعني. وأنا نشوف الأمور أنا مطلع عليها وكل الناس على بالها. هذا المسألة الأول داخل غزة. المسألة الثاني أننا اشترينا بضاعة من مصر وجهزناها وملأناها في 11 شاحنة احنا وشركائنا، لأن احنا كانوا نخدموا وحدنا وكان نخدموا مع شركائنا نقول لك جمعيات أخرى، منظمات كبيرة دولية عالمية، أصدقاء احنا في أسطول الحرية، في القوافل، لما دخلنا أكثر من 37 سيارة إسعاف قبل الحرب كذا. وهذه السيارات الإسعاف اللي دخلناهم ضربونا منهم 7، زدنا عاودنا شرينا 3 مقصفوا لنا 1. فاحنا رانا في سجال بيناتهم، بيننا وبين الكيان الصهيوني الان حرب، ما بين البركه والكيان الصهيوني دخلنا في الحرب الان ولينا في معركه، واحنا نخدموا بعمل انساني. الان هذيك ال 11 شاحنه دخلت قبل يومين، دخلت كلها وسلمت لنا ووزعناها على مستحقيها سواء كانوا مستشفيات، لان فيها معدات طبيه وفيها مواد غذائيه وفيها مواد تنظيف فيها كذا. فاحنا الشيء اللي عندنا في البركه اننا ما نشروش وخلاص. احنا دائما نطلبوا القوائم من الداخل، قال واش تحتاج دواء، واش تحتاج كذا، واش تحتاج. معناها احنا دائما ندخل المساعدات اللي هي ضمن احتياجاتهم الداخل، مش ندي له حاجه ممكن هو ما يستفادش منها. مسار تاع مصر اليوم باذن الله رانا بدينا نجهزوا في الخيام، فهمنا مع مصنع كبير في مصر باش يبدا يوجد لنا في الخيام. بالك ممكن نشرو حتى 6000 الى 10000 خيمه، لان الان ولات مشكله كبيره تاع الايواء. يعني خلاص هدموا البيوت، باه تعاود تبني انت البيوت هذه يتطلب وقت. فقلنا على الاقل الناس نؤوهم في خيم تقيه شويه من القر والحر يعني. واحنا داخلين في زمن الشتاء، والشتاء صعب شويه في غزه، فيه بروده، فيه فيضانات، فيه امور كثيره يعني في غزه، لان هذه منطقه ساحليه على بالك. هي غزه منطقه ساحليه يعني، هي صحراويه وساحليه في نفس الوقت، صحراء ولكن هي ساحليه على البحر. رانا قاعدين ان شاء الله باذن الله. وايضا كاين قافله الان هي جاهزه ممكن تدخل غدوه في مصر تاع المواد الغذائيه، هذه خاصه الى بالمواد الغذائيه ان شاء الله. اليوم ممكن تكتمل وتمشي الى العريش ومن بعد تدخل الى معبر رفح ان شاء الله وتدخل الى اخوان هذا. وعندنا المسار تاع الجزائر الان، رانا دايرين حمله الوعي المفعول، نجمعوا في المال وكذا. وعندنا شركائنا من كل مؤسسات وجمعيات وكذا. هذا المسار سيبدا باذن الله عندما يفتح معبر رفح. يعني احنا رسلنا وزاره الدفاع، رسلنا رئاسه الجمهوريه، وطمأنونا انهم يساعدونا في هذا الامر ويعطونا الطائرات ويعطونا كذا. وهذا العمل كله في اطار مسعى رئيس الجمهوريه، المسعى تاع الدوله الجزائريه. احنا رانا الان نعزوا بالعمل هذا، نعزوا في موقف الدوله الجزائريه اللي هو موقف مشرف وثابت، ورانا ندفع في ثمنه الان. هذاك الموقف رانا ندفع في ثمنه كدوله الان. وشفت العزله الاخيره للجزائر لما يعني دول عربيه قدمت كثير من المال لكي لا يكون حضور قوي للجزائر في القمه العربيه الاسلاميه الاخيره، ورفضوا لها المقترحات تاعها اللي كانت مقترحات سترفع من شان الامه وترفع من شان العرب وتنقذ اخواننا وتكون نقاط قوه نضغط بها على الكيان الصهيوني حتى يعني يوقف هذا القصف الوحشي هذا. ولكن تآمروا علينا وتآمروا عن فلسطين، والآن نرى أنه الآن انحياز كبير يعني من العدو ومن الأخ، من الودود واللدود ضد إخواننا، ضد أهلنا في فلسطين. لا احنا من قوة خبرتنا، يعني من خبرتنا في الأمور هذه ما تصلحش عملية هذه تجمع المساعدات العينية ما تصلحش. احنا ركزنا على المال وفي حساباتنا الرسميه وكذا وكذا، ومن بعد فيه اعمال قانونيه لازم تتم وكذا. احنا راح نشري المواد اللي يحتاجوها هما. قال مثلا نحتاج الدواء الفلاني، نحتاج مثلا ليزومبيرونس، مثلا نحتاج المواد الغذائيه كذا، نحتاج مثلا الخيم، نحتاج كذا، لان بعد الحرب راح تظهر الاحتياجات. الان راح احتياجاتنا بسيطه، انك وفر له قرعه عامه، وفر له قيطون، وفر له كوفرتا، وفر له ماكله سخونه ياكلها، وفر له الحليب تاع الاطفال مثلا.
ليكوش مواد تنظيف. يعني اليوم بدينا نديروا في الطرود تاع المواد التنظيفيه، لان بدا الجرب في المؤسسات. اليوم كلمني رئيس المكتب قال لي يا شيخ راح ندير قافله تاع الطرود. قلت له وش الغريب؟ لا، قال لي مش طرود تاع الغذاء، قال لي طرود تاع مواد تنظيف. كل واحد نعطوا له المواد تاع التنظيف. قلت له عليه السبب؟ قال لي الشيخ بدا يظهر المرض تاع الجرب. قاعد احتكاك ما كاش النظافه. وتعرفوا ممكن مدرسه نقولوا مثلا فيها مراحض تكفي مثلا الطلبه تولي مثلا تستعملها 200,000 واحد، ونساء ورجال وشيوخ. يظهر المرض هنا، يولي كاين المرض داخل هذه المؤسسات. فاحنا رانا نشوف، احنا رانا نسعى ما نستطيع، ورانا ندعو في الشعب الجزائري برمته ان ينخرط في هذا المسعى. انتهى وقت اننا نجو وراء الشاشات ونبكوا، ولا نخرجوا للمقاهي ولا الانديه تاعنا ولا الى مكاتبنا ونقولوا ودي الله غالب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما لازمش نخدعوا رواحنا بالايات، لان الايات لها تفسيرها الحقيقي، ما تفسرهاش انت كما تحب انت. الوسع وش معنى انت الوسع؟ الوسع انك تبذل قصارى جهدك من اجل انقاذ اخوك. وفسروا احد العلماء قال الوسع هو انه كالانسان الذي يخوض سباقا يجري حتى ينقطع نفسه، تعود ما يقدرش يجري. هذا هو الوسع نتاعو، بذل خلاص، بذل كل طاقته. احنا اليوم اخواننا راهم يجاهدوا بانفسهم، وهذا هو الجهاد الاول. الجهاد كاين النفس وكاين المال، وربي سبحانه عز وجل سبق المال على المال في اكثر من موضع في القران الكريم. علاه؟ لان المال يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه الاعداد، يدخل فيه التمويل، يدخل فيه الغذاء، يدخل فيه فك الرقاب، يدخل فيه كل شيء. المال اعم، لان السلاح هذا هو جزء من العمليه، فلهذا المال مهم جدا. فهم الان بالانفس ما مش محتاجين مقاتلين، وهذه قلتها في كل القنوات. اخوانكم راهم يقول لكم باللي رانا احنا 50,000 مجاهد اللي راهم يخوضوا في المعركه على الارض ما بين 3000 و 5000. معناتها كاين 40,000 45,000 راهي قاعده، وكل واحد راه في الموقع نتاعو ينتظر في الاوامر وش من وقت يتحرك. واخوانكم راهم يقول لكم باللي احنا الان عندنا من المعدات العسكريه ما سنفاجئكم به، وهم صادقون يعني وما يكذبوش. عودتنا المقاومه وش الشيء اللي تقولوا تنفذوا. ولكن مصيبتهم الان في الشعب، لان هذا المقاتل هو ما جاش، ماهوش مقطوع من شجره، عنده عنده اب، عنده خال، عنده عم، عنده اولاد، عنده زوجه، عنده خاله، عنده عمه. لو كان تروح ليه الان يقول لك روح شوف لي ولادي وراهم، روح شوف لي عائلتي وراها، اويها. ما تخليش زوجتي تبات العراء ولا وليداتي يباتوا العراء ويباتوا. معناها احنا مهمه الان، مهمه دعم الحاضنه الاجتماعيه والحفاظ عليها، هذه مهمتنا احنا، مش مهمه المقاومه. المقاومه مهمتها انها اليوم راح تصد في هذا العدو وراح تكبت فيه في خسائر مذهله على مستوى الافراد ولا على مستوى الاليات. ورانا نشوفوا يوميا والعدو راهو معترف بها، والعالم راهو معترف بهذه الخسائر كلها. بل بالعكس الناس كلها راهو منبهره باداء المقاومه وبقوتها وبهذه الاستراتيجيات، لان هزمت العدو، هزمته عسكريا، امنيا، استخبارات، هزمته حتى اخلاقيا. شفت التعاون مع الاسرى، كيف الاسرى كيف صرحوا. يعني هذه الامور كلها اليوم هي اللي تدعونا اليوم باش احنا ننخرط في العمليه من خلال ان نبذل. سنين لك تشري 10 خبزات، زيد خبزه. قال هذه خبزه لاخواني في فلسطين، نشري له قرعامه، نشري له كوفيرتا. يعني قلت لك الان احنا ماناش محتاجين، او الفلسطيني هو محتاج حاجه كبيره. يعني هذيك المراه اللي حملت العالم الجزائري في فيديو من الفيديوهات اللي موجوده عندنا، لما اعطيناها مساعده شكرة الجزائر، ومن بعد قال الجزائريين تعالوا انقذوا عروضنا وشرفنا. مش طالبين منك حاجه كبيره، صح؟ ما نبقاوش احنا نتفرجوا، ما نبقاوش من المتفرجين، ما نبقاوش نجيب في مبررات واهيه شغلتنا اموالنا واهلنا. قال هذه المبررات قالوها ناس قبلنا وما نجحوش. قالوا كنا مستضعفين في الارض، كيما واحد يقول لك الله غالب مش قادر ندير. لا، قادر تدير. انت ما تنظرش لجمعيه البركه هذه بانها جمعيه، انظر اليها بانها هذه تمثل الشعب الجزائري الان. انظر انها تمثل الشهداء، انظر انها تمثل العلم، انظر انها تمثل هويه هذا البلد. هو شكون هذو البركه؟ هم افراد جزائريين، هم خاوتك. كي تدعمهم راك تحسن في صوره بلادك.
راك ترفع في رايه وطنك في قلب هذه المعركه اللي ابعادها خطيره جدا ومآلاتها خطيره جدا. مآلاتها لخصها نتنياهو في لقائه مع ماكرون لما قال له انتصار حماس هو زوال اسرائيل وانتهاء الحضاره الغربيه. شوف السقف والرؤيه تاع اعدائنا الى اين ينظرون للمعركه وراهي واصله، واحنا ما زلنا الان عاجزين ان نوصل القوت والدواء والغطاء لاخواننا. الجهه الاخرى لم يدعموا بالطائرات ولم يدعموا بالدبابات وبالمستشارين وسخروا لي ساتيليت تاعهم الكل وسخروا التكنولوجيا تاعهم الكل لصالح الكيان الصهيوني. احنا لازم نسخر اموالنا، هذا هو المطلوب منكم. ما هوش مطلوب منكم حاجه واحده اخرى، مطلوب منك المال الان. انت شوي وانا شوي والاخر شوي والاخر شوي، على الاقل نخلوا الميزان يعتدل. لان الشعب هذا كي توفر له الاكل والشرب شحال يقتلوا اليهود؟ شحال يقتلوا؟ في النهايه كاين عدد يوصلوا ليه راح. وزيد اليهود اليوم هذو وبنو اسرائيل هذو والكيان الصهيوني ماهوش في اريحيه. هو ايضا في مشكله كبيره، هو ثاني عنده مشاكل داخليه. هو الان ثاني راهم مخبيين على شعبهم عدد القتلى، راهم مخبيين على شعبهم الحقائق تاع المعركه، ولكن تتفضح. واخرها فضحوا لهم هذيك انهم بالادله كشف بان الاباتشي الاسرائيلي هو الذي قصف هذاك الحفل الكبير هذاك وكذا. يعني قتلوا شعبهم وقاعدين يكذبوا. وكل يوم رانا نشوفوا حوارات تدور بيناتهم ما بين اليهود في بعضهم، يتهمون في بعضهم بعض بالكذب وبالتلفيق ويحملوا في بعضهم بعض الخفقان، الاخفاق الاستخباراتي العسكري كذا. معناه احنا اليوم مساله ثبات، لازم نثبتوا، لازمش نيأسوا، لازمش تاثر علينا المظاهر هذه تاع القتل والتشريد. نعم، ولكن هذا هو الطريق. وخاصه اهل الجزائر خاضوا ثوره في 7 سنين ردات 1.5 مليون، من خلال قرن و30 سنه ردات تقريبا 10 ملايين. فرنسا دخلت لقاتنا 10 ملايين، خرجت خلت 10 ملايين. هذا الشعب اللي ما يزيد، الشعب الجزائري ما يزيدش، معناه هذاك اللي زاد قاع قتلوه. مع انت من اللي دخلت وهي تقتل، يعني مقابر من اللي دخلت وهي تقتل في الجزائريين الاحرار، سواء مع الامير عبد القادر بوعمامه الجيغ زعاد شام مقراني والواحد جاي حتى ثورتنا. في يوم واحد قتلت 45,000 تاع 8 ماي. روح للشمال القصندي، هجوم الشمال القصندي 12,000 في دقيقه 12,000. احنا الوحيدين اللي نقدروا نثبتوا الفلسطينيين لان احنا على بالنا. وزيد نعطيك معلومه واحده اخرى. الفلسطينيين هذو القسام من ضمن ما كانوا يقرؤون، وهذا الشيء انا مطلع عليه، اهم حاجه كانوا يقراوها في المقرر تاعهم، هما يتدربوا عسكريا في الاكاديميه تاعهم، الثوره الجزائريه. يعرفوا التفاصيل تاع المعارك تاع الجزائر، سواء اللي خاذت في الاوراس في الجوف في غيرها، ويعرفوا القاده ولا في الغرب الجزائري ولا في الوسط الجزائري ولا البطاي داجي هنا تاع معركه الجزائر. شافوها، انا لقيتهم يشوفوا في فيديوهات، شوفوا في افلام جزائريه ومطلعين عليها، يقراوا في التاريخ، يقراوا التجارب كلها تاع الثورات، ولكن مركزين على الثوره الجزائريه، مركزين عليها لان قال لك هذه النموذج الوحيد اللي يصلح لنا، النموذج الوحيد اللي يصلح لنا هو هذا. لهذا تلقى عندهم الانفاق وتلقى عندهم المغارات وتلقى عندهم الامور هذه، لان هذا الشيء كاع خذاوه من الثوره الجزائريه. لان الثوره الجزائريه اولا كانت قويه، استمرت بزاف 7 سنين ونص، ما كاش وقت كبير. كانت الدوله كانت قويه فرنسيه، كانت امبراطوريه مش هذه فرنسا اللي تشوف فيها دروك، كانت تحكم نصف كره الارض. فرنسا اللي كنا نحاربوا فيها كانت غرب افريقيا كاع تحت الحكم نتاعها، ومنها حتى الهند الصينيه. كانت امبراطوريه فرنسا، يعني كانت حاجه كبيره بزاف. ولكن الثوره الجزائريه ركعتها، والدول هذه كاع اخذت الاستقلال بفضل الله ثم بفضل الجزائر. خلات فرنسا على كل هذه الدول غير ما تبقى ومع الاخر رجال الله في الجزائر خرجوها ودينا حريتنا، واليوم الحمد لله هاي مواقفنا ثابته اتجاه اخواننا واتجاه كل القضايا العادله في العالم، وخاصه قضيه فلسطين. فلهذا احنا اليوم في الاخير يعني نلخص لك الموضوع، احنا اليوم حابين الشعب الجزائري يكون له بصمه
كيما كانوا البصمات اللي قبل. سيدي بومدين الغوثة التلمساني خذا 15,000 جزائري وراح يقاتل في فلسطين جنبا الى جنب مع صلاح الدين الايوبي. ونهار اللي شاف القتال تاعهم وفرح بهم وكذا استأمنهم حتى على المسجد الأقصى، أعطاهم حارة سموها حارة المغاربة، وأهل القدس ما يسموهمش المغاربة، يسموها حارة الشرف، لأن هذاك الباب اللي ساكنين فيه احنا يمثل الشرف تاع الأمة، لأن من هذاك الباب اللي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبرائيل، والحائط اللي ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم البراق نتاعو. معناه هذيك البقعة اللي يسكنوا فيها يعني مشت فوقها أطهر قدمين على وجه الكون كله، اللي هو قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، وشافوا جبرائيل عليه السلام. الباب هذا كان يدخلوا من الأنبياء والمرسلين وما إلى ذلك. فلهذا احنا اليوم رانا أمام مصير تاع أمة، هذه حرب وجودية اللي ينكسر فيها يذهب. هذه ماهيش حرب عادية باش الناس ينظروا لها، هذه معركة قوية جدا، إذا انتصرنا فيها فالأمة ستكون بخير، أما إذا انهزمنا فيها فأمننا القوم كله في خطر. لأن يعني الكيان الصهيوني لو كان ينتصر في هذه المعركة يعاود يغير خريطة المنطقة كلها بعجرفته، وما هو مهتم بحتى واحد. دير مجلس الأمن ولا دير الأمم المتحدة ولا لاهاي ولا محكمة العدل الدولي، لا يخاف منها، لأن البيوت هو بناها، هو يبناها وينفق عليها، هو اللي ينفق عليها، هو اللي أوجدها. هذا النظام العالمي بكل منظماته هم اللي بناوه، الصهيونية العالمية هي اللي بناته. لهذا احنا اليوم أمام مصيرنا، فما على شعبنا إلا أن ينخرط في هذه المعركة ويوقف مع جمعية البركة في هذه اللحظة بالضبط، لأن جمعية البركة هي لسانه الآن، هي فعله، هي يده اللي راه في المنطقة. ما كانش الآن بقات المنظمة الوحيدة اللي تتحدى في الكيان الصهيوني الآن وتخدم جهارا نهارا وتوزع باللوجو تاعها وبالإعلام تاعها إلا جمعية البركة. والناس كلها راه تشوف هذا الأمر. هذا ليس مدعاة للفخر ولا مدعاة للشهرة، وإنما حبينا نطمئنوا الناس باللي عندكم وليداتكم وعندكم رجالكم راهم في الأرض، راهم يضحوا، راهم يستشهدوا، يبقى هذا الإعلام يرفرف، وهذا الشعب متواجد، وهذا التاريخ سيكتبه. التاريخ ممكن يحقروك الناس، بصح التاريخ في النهاية ينصفك.